السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الفضاء الذي يجمعنا في واحدة من أكثر اللحظات إثارة وحبسا للأنفاس في السنة. الترند الأول في الجزائر هذه الأيام والحديث الذي لا يعلو عليه حديث في كل بيت، من تبسم مغنية ومن تيزي وزول تمرست الباك. وقتاش الرزنامة وشكون اللي دا أعلى معدل؟ بصفتي أخت لكم ومتابعة دقيقة لكل شاردة وواردة، لخصت لكم كل ما يدور في كواليس وزارة التربية الوطنية والمقاهي الجزائرية ومنصات التواصل الاجتماعي حول باك 2026. إليكم الحصيلة الكاملة والتقرير الشامل الذي ينتظره الجميع. أولا، الموعد الرسمي والحاسم لإعلان النتائج، وهو أول ما يبحث عنه الجميع ويحرق الأعصاب، هو اليوم والساعة. وزارة التربية الوطنية قطعت الشك باليقين وأعلنتها رسميا. التاريخ الأحد 12 جويلية، أما بالنسبة للتوقيت ابتداء من الساعة 10 صباحا. في هذا التوقيت بالضبط ستتحول الهواتف في الجزائر إلى قنابل موقوتة من الرسائل والاتصالات. ولتجنب الضغط على المواقع، حددت الوزارة الطرق الرسمية للاطلاع عبر الهاتف SMS بتشكيل الرمز ديس 567 نجمة لجميع المتعاملين موبيليز جيزي وأوريدو عبر الانترنت للمتمدرسين والأحرار من خلال الموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz وفضاء أولياء التلاميذ. نسبة النجاح والشعب الأكثر ربحا كما يعني في العامية. بناء على أصداء مراكز التصحيح والتقارير الأولية، فإن مواضيع هذا العام كانت في متناول وغابت عن التعقيدات التعجيزية التي رأيناها في السنوات السابقة، مما يرجح أن تكون النسبة الوطنية العامة للنجاح ممتازة ومريحة وتتعدى العتبة 55% بارتياح. ما بالنسبة للشعب الأكثر تحقيقا لنسبة النجاح، أو كما نسميها بالعامية الأكثر ربحا، فالترتيب التاريخي والمتوقع لهذه الدورة يسير كالتالي. أولا، شعبة الرياضيات وشعبة التقني الرياضي كالعادة تتربع على العرش بأعلى نسب نجاح نظرا لتميز الطلبة الموجهين إليها واعتمادا موادها على الفهم الدقيق. شعبة العلوم التجريبية القاطرة البشرية الأكبر في البكالوريا، المؤشرات تؤكد أن تصحيح العلوم والفيزياء كان مبشرا جدا في هذا العام، ونسب النجاح فيها ستكون قوية. شعبة اللغات الأجنبية والأدب شهدت استقرارا كبيرا في الامتحانات، والنتائج ستكون متوازنة وصاعدة مقارنة بالعام الماضي. بالنسبة لأعلى المعدل في الجزائر، الترند الذي يشعل الفيسبوك والتيك توك حاليا هو التكهن بهوية التلميذ أو التلميذة في الغالب، الذي سيتوج بلقب صاحب أعلى معدل في بكالوريا 2026 على المستوى الوطني. التوقعات تشير إلى أن المعركة ستكون شرسة جدا في خانة 19.50 فما الفوق، وغالبا ما ستنحصر بين شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات. الولايات المعروفة بجيوش المتفوقين مثل تيزي وزو، العاصمة، جيجل وسطيف تعيش حالة طوارئ ترقبا للاسم الذي سيرفع رأس الولاية عاليا في الندوة الصحفية لوزير التربية. إذا كنت طالبا أو ولي تلميذ، فالأمر لا يتوقف عند كلمة ناجح. التخطيط يبدأ فورا عبر الخطوات التالية. أولا، استخراج كشف النقاط. فور الإعلان عن النتائج قم بتحميل كشف النقاط من الموقع الرسمي واطبعه في عدة نسخ وتأكد من علامتك جيدا. 2، حساب المعدل الموزون مهم جدا للطب والهندسة. تذكر أن التوجيه لبعض التخصصات النخبوية مثل الطب، الذكاء الاصطناعي، المدارس العليا يعتمد على المعدل الموزون، مثلا معدل الباك زائد علامة المادة الأساسية وليس المعدل العام فقط. دراسة دليل التوجيه الجامعي أو قبل فتح البوابة، لا تتهور في اختيار الرغبات بناء على
العاطفة، وادرس دليل التوجيه الذي تطلقه وزارة التعليم العالي بعناية، واعرف حدود معدلك. إذا البكالوريا محطة هامة لكنها مجرد بوابة. النجاح الحقيقي يبدأ في الجامعة وبناء المهارات. نتمنى من أعماق قلوبنا أن تزغرد كل البيوت الجزائرية يوم الأحد على الساعة 10:12 جويلية، وأن يكلل تعب الليالي الطويلة بالفرح والدموع الغالية. حظ موفق لكل الجزائريين والجزائريات.